السلام عليكم ومرحبا بكم الشوات حكيمة. اليوم ان شاء الله مع وصفة جديدة او فيديو جديد غادي نشارك معكم كيك يومي بالكوك وبالبرتقال. كيجي رائع ناجح من اول تجربة، كيجي طالع ومفشفش. اللي كيشوف قناتي لاول مرة انضم له بالضغط على زر احمر صابوني وكذلك فعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. كما كتلاحظوا معايا الكيك ديالنا كيجي عن قرب رائع وكيجي لذيذ، ما تشبعوش منه. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، في واحد البول كنديروا قبيصه ديال الملحه، 4 حبات من البيض اللي ضروري يكونوا بحراره المطبخ، ساشي ديال الفاني، وكاس مع عمرش من السكر الخشن او السكر سنيده. الا كنتو كتبغوا الحلاوه كتعمروه مزيان. كنضربوا المكونات مزيان حتى كيبيض لينا الخليط، وغادي نضيف كاس الا ربع من زيت نباتي كنضيفو وحنايا كنخلطو في نفس الوقت. بعد ما كنضيفو داك الزيت كنضيفو مبشور البرتقال، وغادي نضيف كاس ونص من عصير البرتقال، ممكن تعوضوه بالحليب. وغادي نكملو هكا تخلط بالخلاط اليدوي. كنديرو نص كاس ديال الكوك ونص كاس ديال النشا اولا المايزينا، كتعطي واحد القوام زوين لهذا الكيك. غادي نخلطو المكونات مزيان وغادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للكميه اللي درت ديال الدقيق راه 3 الكيسان ونصف من الدقيق الابيض اللي كيكون من نوعيه جيده. داك النصف ممكن تزيدوه ممكن تنقصوه على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته، وكذلك الحجم ديال الحبات ديال البيض اللي درتو. كنضيفوا الخمارات اولا البيكين باودر. عندي هنايا 3 الخمارات من فئه 8 غرامات، المجموع 24 غرام. وكنضيفوا كذلك معلقه كبيره ديال الخل. كنخلطوا المكونات مزيان. وبالنسبه للمول مدهون بالزبده وكنغبروه مزيان هكا بالكوك صافي. وكنفرغوا الخليط ديالنا مباشره الى الفرن حتى كطيب لينا الكيكه ديالنا على نار اللي كتكون مهيله. الا طيبتوه في ديال الغاز ولا درتوه ديال الضو راه كديروا 180 درجه حتى كطيب لينا الكيكه ديالنا وكتحمر من كلتا الجهتين. كتكون بشكل موضح في الفيديو. مباشره كنحطها هكا في طبق تقديم، كندهنوا ليها الوجه ديالها بالمربى وكنزينوا بالكوك وكذلك الفواكه اللي كتكون معسله. الزين اللي هو بسيط، دائما التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. وبهكا كنوصلوا لنهايه الفيديو. كنتمنى فعلا تجربوا هذه الكيكه وتنال الاعجاب ديالكم. كتجي رائعه لذيذه، والاهم انها كتحضر في وقت وجيز. كما كتلاحظوا معايا الكيك ديالنا كيجي من الداخل راه كيجي رائع، كتجي خفيفه. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوها مع الحباب ديالكم ولا الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. في امان الله.